ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده بفيديو جديد، فيديو كده يوم الجمعه. هوريكم كده عملنا ايه انا والولاد يوم الجمعه. طبعا الولاد معايا النهارده ما راحوش الحضانه، فطبعا كان ورايا شويه حاجات كده عاوزه اخلصها، فجبت لهم بقى شويه كنافه كده، وكانوا عاوزين يصوروا زي ما انا بصور. فشاركت معاكم كده فيديو بسيط كده ليهم. كانوا بقى كنت جايبه لهم السيرب بتاع الكنافه، وقلت لهم بقى ايه حطوا بقى زي ما انتوا عاوزينه وكده، وهصوركم علشان يبقوا مبسوطين برضو ويسيبوني بقى اخلص الحاجات اللي ورايا. شاركت كده معاكم الفيديو البسيط ده بتاعهم. ربنا يا رب يبارك في ولادنا جميعا، وجمعة مباركة عليكم يا رب، ورمضان كريم علينا، وتعود الايام دايما بألف خير يا رب. عاوزه اقول لكم اصلا ان هم كانوا عايزين يطفوا الشمع باي طريقه، انا قلت لهم عشان الصوره يبقى شكلها حلو، هم عايزين يطفوا الشمع وخلاص. المهم بقى سبت لهم الكنافه كده ياكلوها، وبعدين بدات ادخل كده على المطبخ. كان ورايا كده شويه اطباق عايزين يتغسلوا. اول حاجه بس الاول مريت البراد ده ميه كده وحطيته على النار، قلت على ما اخلص كده شويه المواعين اللي هم معايا يكون هو غلي، علشان برضه كنت عاوزه اغسل الحوض كده واسلكه برضه، لان بصراحه عايزه اقول لكم ان الحوض عندي يعني بيتسد كتير جدا، انا اصلا بزهق منه. فعلشان كده على طول يعني بحاول ان انا اسلكه على طول باللي هو الميه السخنه، وبحط له برضه كربونات وكده. وهشارك برضه معاكم الجزء ده من الفيديو. إيه بدأت كده الأول بقى إيه أغسل المواعين كده كلها. ما كانش معايا مواعين بصراحة كتير، هو يا دوبك بس يعني الفطار كده بتاع الولاد لما صحيوا من النوم فطرتهم كده، وبعدين ايه قلت بقى ايه اجيب لهم حاجة حلوة كده ياكلوها، وبعدين اخلص انا برضو اللي ورايا بدري بدري كده برضو قبل ايه الفطار وكده، قبل ما ندخل على الفطار وكده. بدأت كده اغسل كل المواعين، وبعدين هبدأ ان انا برضو اشطفها بالمية كده، واحط كل حاجة مكانها. انا الرشاقة عندي موجودة فوق فوق الحوض، فببدأ اغسل كده واحط فيها برضو ايه الاطباق اللي هي موجودة معايا. بصوا بقى بعد كده خلاص، بعد ما خلصت كل المواعين اللي موجودة معايا، بدأت استخدم كده شوية من الكربوناتو. انا عندي الحوض فيه عينين كده زي ما انتوا شايفين، فبحط فيهم الاتنين، وكمان بحط شوية ملح ليمون كده عليهم. بصراحة ما كانش عندي ملح ليمون كتير، بس بصوا بقى بستخدم كمان الليمون كده، يعني اي ليمون موجود عندنا ببدأ برضو ان انا احطه عليهم كده. بحط في كل واحد كده واحدة كاملة. بصراحة حلو جدا يا بنات، بيدي برضو ريحة حلوة، وكمان بيخلي الحوض كده شكله بيلمع جدا. هتشوفوا برضو كده انا هعمل بيه ايه في الاخر. بدأت كده احط كل واحدة في كل حوض، وكمان استخدمت سيترس ده، وبدأت ان انا ارش كده شوية. برضو ممكن تستخدموا الخل، بس انا بصراحة ما كانش موجود عندي الخل اليوم ده، فقلت خلاص انا كده كده بستخدم سيترس برضو معاها على طول. بدأت كده احط بقى المية السخنة زي ما انتوا شايفين، الفوران ده بقى هو اللي بيخلي الحوض يسلك معايا. فعلى طول بصراحة بعمل الموضوع دوت كل فترة كده، علشان الحوض ما يسدش معايا، عشان بتضايق جدا بصراحة اول ما يسد معايا، بحس ان انا متضايقة كده. فعلشان كده على طول بعمل الموضوع ده. وفي الاخر بقى الليمون اللي انا كنت مقطعاه ببدأ كده امسكه وافتحه كده شوية، وابدأ اغسل بيه بقى كل الحوض كده. حقيقي بيديله لمعة حلوة جدا، وبيخلي كمان ريحته حلوة كده، وحتى بسيبه فيه شوية كده برضو يديله إيه ريحة كده ولمعان. واخر حاجة بقى عملتها، جبت كده فوطة برضو ناشفة معايا، وبدأت ان انا امسح كل الحوض كده على اي مثلا ميه كده موجودة او حاجة، بحيث ان الحوض برضو يبقى شكله حلو. وفعلا لما بننشفه في الاخر كده بيبقى الشكل بتاعه حلو جدا، وما بيبقاش فيه اي ميه خالص. كده خلاص كنت خلصت كل الحاجات اللي ورايا في المطبخ، سبته بقى. وطبعا النهارده يوم الجمعة لازم يكون فيه بخور، بدأت ان انا اولع البخور كده. وكنت غيرت كده النظام عندي في الريسبشن، انا هشارك معاكم ان شاء الله الفيديو ده المرة الجاية. عملت كده شوية برضو تغييرات بسيطة خالص، هشاركها بقى معاكم ان شاء الله. استنى الفيديو ان شاء الله هيعجبكم جدا. وفي مفاجأة كده هوريكم طريقة الكنافة اللي انا عملتها دي، اول مرة بصراحة اعملها، بس طلعت معايا حلوة جدا. هوريكم بقى الطريقة بتاعتها وكل التفاصيل ان شاء الله في الفيديو الجاي. لو انتوا بقى جداد كمان معايا في القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة، علشان هننزل فيديوهات حلوة جدا. وان شاء الله العيد داخل علينا، هنعمل فيديوهات حلوة قوي للعيد. ما تنسوش بقى كمان لايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. بصوا بقى والله كنت عاوزه اولع معاكم الشموع دي، بس هم بصراحه ما كانوش مديني فرصه خالص. كنت كل لما اولع الكبريت يعتبر بيطفوا، فعلشان كده قلت خلاص مش مشكله. حتى شفتوا ابني مستخبي ورا اهو مستنيني بس اولع علشان يطفيها على طول. المهم قلت خلاص مش مشكله، انا هشارك برضو كده كده معاكم المره الجايه الفيديو كامل. هنا كنت بوريكم، وكل لما اجي اولع الكبريت يطفوا، فقلت والله ما انا مولعه خلاص مش مشكله بقى الفيديو ده. شارك معاكم الفيديو الجاي ان شاء الله، هيكونوا هم بقى في الحضانة، نولع كده الكبريت براحتنا زي ما احنا عايزين خالص. كده النهاردة الفيديو خلص معايا. ما تنسوش بقى أهم حاجة سورة الكهف، وجمعة مباركة عليكم يا رب، وتعود الأيام علينا جميعا بألف خير. واستنوني إن شاء الله دايما في فيديوهات جديدة. اللهم في ليلة الجمعة لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء،
ولا تسكن جسدنا ذا، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء. اللهم آمين يا رب العالمين.